السلام عليكم. اليوم وصفتي اللي هو البوف الحجازي. عندي الدقيق كاسين، واضيف عليها الحين اشياء الجافة اللي هو النشا والبهارات السمبوسة والملح، واخلطها. بعدين اضيف عليها الزيت، أبدأ الحين باليد. خلاص حطينا الدقيق، خلاص نبدأ نفركها كذا لين تجانس كلها، ما نضيف عليها الموية لين نتأكد ان كلها خلاص. الحين إذا صارت مثل كذا العجينة خلاص نضيف عليها الموية. طبعا العجينة تصير لا هي لينة ولا قاسية، وسط. نصب بالتدريج لين نتأكد من القوام. جينا عندي شوف قوامها، خليها ترتاح تقريبا من ساعتين إلى نص يوم عادي. اللي مستعجل ساعتين على طول يصلحها، وخليها في غرفة نفس حرارة برودة الغرفة يعني. رمضان عندي الآن لحم الحاشي مفروم، وعندي بصل أحمر أو أبيض، لكن أول شي راح أحمس اللحم المفروم بدون إضافة زيت ولا أي شيء. طفيت عليها النار، خلاص أضيف عليها كمون وفلفل أسود. خلاص ضفت عليه الحين البصل، أضيف عليها الآن هي على حرارتها، بس إذا برد تماما أضيف الورقيات. وراح أضيف الآن البيض، اللي يحب بيض مسلوق مقطع يضيف الآن. طبعا هو البوف الحجازي هذا حشوتها، وهذا البيض مسلوق. هذا عندي الورقيات، وضفت عليه شوي كركم بس لين تجانس مع بعض. هذه عندي العجينة الحين، خلاص راح أقطعها قطع متساوية عشان أفردها طولي. اللي يبغى يصير كامل العجين أو يبغى يكورها على درجة. عندي الآن راح أحط عليها الحشوة وأبدأ أسكرها بهذه الأداة أو بالعجلة اللي تفضلون. الحشوة تقلبونها العجين، بعدين تحطون الحشوة وتسكرونها. خلاص هذه حطيت الحشوة جوا، واضغط أطرافها ضغطة بسيطة كذا على كاملة. أهم شي اضغطوها. بعدين بالبراد نفس الأداة العجلة. خلاص نشيل الباقي، نار عالية وما نحركها، بس كذا.